عارفه يا داليا، لقيت شوزه هافان تحفه. انت عارفه الهافان صح؟ بني كده مع هنت من الاصفر وشويه اورنج كده. هتلاقي قوي مع الجوبا الجنزاري اللي عندك. ايه الجنزاري ده؟ انت عرفت الهافان لما تعرف الجنزاري؟ الجنزاري ده اللي هو ما بين التركواز والفيروزي. ده بيبقى وصف البنات لدرجات اللون الازرق. اغلب الدرجات دي رجاله شايفينها ازرق يعني. طب ليه البنات عندهم تسميات كتير لكل لون والرجاله ما عندهمش؟ تعالوا نعرف مع بعض. هنفترض ان زيك زي ناس كتير قوي ما ركزتش في درس العلوم في المدرسه اللي كان بيشرح ازاي بنشوف الالوان. انا بقى هشرح لك في السريع ايه فكره الالوان اصلا. الضوء الابيض اللي بنشوفه بيتكون اصلا من 7 موجات من الالوان في بعض، بنشوفهم لما نستخدم حاجه زي المنشور الزجاجي. العلماء اكتشفوا ان الوان الحاجات دي ما هي الا انعكاس للون واحد من ال7 الوان دول حسب طبيعه الشيء اللي الضوء وقع عليه. يعني لو افترضنا مثلا ان الضوء جه على ورقه الشجر دي، فهي هتمتص 6 الوان وتعكس السابع اللي هو اللون الاخضر. سبب اختلاف الالوان دي هو ان كل لون الموجه بتاعته طولها بيختلف عن الثانيه، وكمان كل درجه لون ليها طول معين. العين بتستقبل الموجات دي عن طريق الشبكيه اللي موجوده جواها، واللي بتبعت رساله للمخ عن طريق عصب الرؤيه وتساله ده لون ايه ده يا مخ فندي، فيرد عليها حسب المعلومات اللي عنده. العلماء اكتشفوا ان الرجاله بتميز الالوان اللي موجاتها اطول بشكل افضل. عشان كده البرتقاني مثلا بيبان اكثر احمرارا للرجاله عن الستات، لان الرجاله بتحتاج طول موجي اكبر في الرؤيه، والاحمر طوله الموجي اكبر من البرتقاني. على عكس مثلا حشيش الجناين اللي بيبان مخضر اكتر للست عن الراجل، علشان الاخضر طوله الموجي اقل. الرجاله كمان بيتفوقوا على الستات في تمييز الاشياء المتحركه. في ناس افترضت ان تطور الموضوع ده جه نتيجه لان زمان كان الرجاله هم اللي بيصطادوا الحيوانات، عكس الستات اللي بيتفوقوا في تمييز الحاجات الثابته القريبه من الايد، وطبعا بيتفوقوا في تمييز الالوان وتفريقها عن بعضها. بس العلماء برضو حاولوا يلاقوا سبب علمي اكتر، فبدراسه تشريح العين عند الرجاله والستات لقوا ان فعلا في اختلاف بسيط ممكن يكون هو السبب. لقوا ان الشبكيه فيها نوعين اساسيين من مستقبلات الضوء، حاجه اسمها الرودز ودي اللي بتخلينا نشوف شويه في الضلمه، وحاجه اسمها الكونز ودي اللي بتخلينا نشوف في النور. الكونز دي لقوا ان فيها 3 انواع بتميز ال3 الوان الرئيسيه اللي هي الاحمر والازرق والاخضر. لما قارنوا الكونز اللي عند الرجاله والستات اكتشفوا ان الاثنين اغلبهم عندهم 3 مستقبلات للالوان الاساسيه 3، بس لقوا انه في نسبه من الستات عندها 4 مستقبلات بدل 3، وده بيخليهم يشوفوا موجات مختلفه من الالوان. مش بس كده، ده كمان لقوا ان في رجاله عندهم 2 بس، ودول اللي بيقولوا عليهم عندهم عمى الوان، مش ما بيشوفوش الوان خالص يعني، لكن في درجات كتيره بتقع منهم. وعمى الالوان ده بيحصل للستات على فكره، بس بنسبه اقل بكتير. العلماء احتاروا جدا في تفسير ده. في ناس فسرته تفسير ليه علاقه بالجينات، وان الاختلاف في عدد المستقبلات ده ممكن يكون سببه ان الستات عندهم جينات معينه هي اللي بتعمل كده. لكن في كل الاحوال لما تختلف مع واحده حوالين تسميه لون معين، بفتكر انها غالبا شايفه موجات الوان اكتر منك، فما تقاوحش قوي. وقول لنا في الكومنتس رايك في اختلاف وجهات النظر ما بين البنات والولاد في الالوان.